جماعه، يا جماعه الليله عندنا فيديو لاخلاص، لكن فيديو بلس. الله الناس العظيم. دي يا اخوي ما قالوا دخلت الدمازين، كيف المخابرات خشت الدمازين؟ حتى في دخلت الدمازين والله في الكوريك، في الكوريك يا ابو رهف. انت في الدمازين والله في الكوريك، في كوريك يا ابو رهف. قالوا دخلت تهريب وقالوا اتنقبت ودخلت الدمازين، كده الاستخبارات خلوها تفتشها في الدمازين. دخلت اثيوبيا ومن هناك دارت تخش تشوف زول من عائلتها هناك. لكن يا محمد ما نهايه محزنه. احنا قلنا لهم تعالوا ارجعوا واعتذروا. نعم نهايه حزينه. اي والله، والله نهايه حزينه. يلا كده اسمعوا، دي اخلاص يا شباب، هاي دي اخلاص يا جماعه، دي اخلاص. نحن يا جماعه بلاد صعبين والله، قسما بالله العظيم، يعني اي كلام بتقوله طوالي. هاي اسمعوا يا جماعه، دي اخلاص. اسمعوا يا شباب. هذه ما فيها ايضاح، لانه يا جماعه وين الناس ما تنوم الليله، نومك يبقى خفيف. شغليت جنجويد اللي بيبكي وداني محل بكاو يا محمد، فيديو طويل لكن دار محل البكا. لا لا بيبي هو ما شاء الله بيبكي بتعر من قول التيت. طيب نسمع مع بعض، نسمع مع بعض. الهيار والبكا. بعدين لاحظ حاجه يا ابو رهف، الشجره تحشر تلالوب ومغطينا بصفق. بعدين المجموعه دي يا ابو رهف الغايد حقها حاتم موسى اللي انقرض قبال يومين، وبقوا 17 نفر من كمه و300 بقوا 17 نفر. عندهم عربيه واحده داسينها تحشر تلالوب. عنوا لا يا جماعه. الله ينعد. مجموعة 305 الشهيد حاتم موسى. رسالتنا لازم تصل الغايد محمد حمدان دقر. طلبنا واحد منك السيد الغايد، أجهزة الواحد دي أجهزة بتاع التحويل. أجهزتنا حقت الخرطوم لازم تصلنا في محور كاسقيل الآن. يعني الآن بنتكلم من شجاع، منطقة شجاع. كويس، أول حاجة إحنا فقدنا أعز الناس في المجموعة بالذات، أعز الناس. ابشر هذول، قد عز الناس، قدنا عزاز علينا وشالنا بعينينا. ابشر هذول ما تبكي، لا الدنيا زايله والدم لا والدم لا والدم ما تبكي، لا والدم لا. ما ادري انت همش ثاني، همش من المحور ده ما ينفع معنا. لا عليك الله، البكيه ثاني، البكيه ثاني. دنيا زايله والدم، دنيا زايله والدم. قصدي نفسي يا جماعه، قصدي نفسي لا. ما ادري انت همش من المحور ده ينفع معنا. والدم لا والدم لا. انت همش معانا وين؟ يا اخي محور كامل، يا اخي محور كامل على مستوى الجبال. مو هو ايش يا اخي؟ مو هو ايش ده؟ عدو وين ناس احنا ما نقدر نوريهم يا اخي، نحصلهم نقول لهم عدو لما نمشي يخشوا جوا يسووا اي شيء. شباب طبعا يا ابو رهف طبعا هنا غرفه القياده والسيطره قطعوا الاتصالات في كردفان نهائي منهم، وهم عارفوا اجهزتهم في الخرده. هو يا محمد باع جنجويد كردفان، حميرتي الدعم السريع باع جنجويد كردفان، وانا انصحهم بالاستسلام. شوف الجيش دخل بارح، الكتاب يرحمك استسلم قبل فوات الاوان، وحياة ربنا نرد مكرم غرايب الابل. اوي شوف ابو رهف شفت المواطنين في بارا كيف استقبلت الجيش، شفت المواطنين في الزريبه كيف استقبلت الجيش، شفت المواطنين في الرياش وكازقيل كيف استقبلت الجيش، وكيف الجيش استقبلهم. الليله كيف مع الصوره اللي رسلت عليكم دي مع الناس الكبار وامهاتهم الكبار. ثانك يو. عليكم السلام. الله يسلمكم. everything good. الشفع مسوي لنا زي طلقها في الحله دي، مسوي لنا زي الجيش دخل الرياش كاسقيل الليله بارا
شوف الناس كيف استقبلت في الزريبه، كيف الناس استقبلت بالفرحه، بالزغاريت، بدموع الفرح. شوف والله العظيم في الفوله، في المجلد، ما عندنا معك شغله، لا مع عرضك لا مع مالك، استسلم قبل فوات الاوان. شوفوا ام شواق دي دارت تقرضكم شت، عيسى والدبوق ده دار يقرضكم شت. اي زول يا جماعه عرض السلاح قبل فوات الاوان. أمة السودان كله، لكن والله علينا ما حنقدر نحتفل طول ما إنه في إنسان في كردفان لسه محصورة، في إنسان في الفاشر لسه محصورة، في يعني في لاجئين من الجنينة في المعسكرات، اللجوء والنزوع وما عرفناهم ذات، وما لقينا فرصة ذات ومشينا للنازحين. الله علينا بالمواطنين ذات ما لقينا له. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الخط الماشي ده ما هيرجع. وانا الابانسي زي ما قالوا دون توتش بريك ده، البريك ده ما يندعس لحد ما انه يمشي اديكم لاخر الحدود. ونتمنى من الشعب السوداني انه يقف مع قواته المسلحه والمشتركه، هذا ان شاء الله، ولو اعلام ولو انت ترفع لهم معنويات. انا كمان ملاحظ حاجه يا جماعه، نحن بس ما يوم الانتصار بس كلنا كده أوه جيش ومشتركه، تاني بعد الانتصار توالي اي واحد يشوتها شمال يمين شرق غرب. لا وي كلام زي ده ما في. مفروض انت لو مشتركه والجيش للابد، لو محزومين لو شنو، لو دايرين حاجه، لو دايرين مساعده، لو دايرين في اي حاجه انت تمام. لكن بس انت قاعد تشوت لك كيفك يوم في انتصار كبير انت تجري اول زول تفتح علينا لايف. لا الكلام ده ما فيها. خليك عارف المشتركه ده مبدا ثابت، الجيش مبدا ثابت. ده نقطه. النقطة الثانية زي ما نحن قاعدين ننبه للرفاق اللايف في المعارك، والله ما من صالحنا. اي انت تفكر انه تدعم رفاق في الاعلام وكده، لكن ما من صالحنا والله على الاطلاق، لانه الضرر اللي بيجيه اكتر من النفع اللي انت تلقاه. ده نقطة الناس تحاول تنتبه. ثالثا برضو الميليشيات المرتزقة طبعا زي الدابي كده، انا ما اعرف الدابي ده شنو، لكن قالوا كان قتلت الجوز بتاعه ده، الجوز التاني ده بيجي. قال مهما عمل شنو بيجي، قال الا انت تعمل حسابك بس الجوز التاني ده بيجي. ميليشيا ده برضو اغبياء زيدك، الليلة لو كملت متحرك كامل الفازة ده بيجي، ولو اعرف بموت ذاته بيجي. فعلى الرفاق يعني الحيطة والحذر لكل المحاور، ما اقول محور فلان ولا علان، لكن الحيطة والحذر لكل المحاور. والفاشر السلطان سنديدين ما دايرين توصية، وكل الرفاق الغفلة ما بناسبنا. وكلام كتير ما حباب، وتحياتنا لكم، ونترحم على كل أرواح الشهداء، وألف مبروك يا بارا وقبال الفاشر والجنينة. وكمان نبارك لأخونا كمرد وليد جانا برضو، الكروزر يلاقي كروزر ما ننسى برضو. وعندك بيبي محمد تهد أرفوه، تحية لكم يا رفاق.